رسميا دور المجموعات انتهى وبلش دور 32. مين راح يتأهل لدور 16 ومين راح يودع؟ أنا قطعت بالمتأهلين لدور 16. حرقت عليك المتعة. جاهز تعرف مين الفرق اللي تأهلت ومين الفرق اللي ودعت؟ تابع الفيديو للآخر ويلا على التفاصيل. طيب جنوب افريقيا وكندا مين راح يتأهل؟ بالنسبة لي جنوب افريقيا كانت مفاجأة هي المونديال، بعد ما توقعت انه جنوب افريقيا تكون حصلت هي المجموعة، بس لا وصلوا للدور 32 وعن جدارة. اما كندا فبعد فوزها الكبير على قطر اعطاها فارق اهداف عن البوسنة والهرسك وتأهلت كمركز ثاني. هي المواجهة بصراحة حاسس عامل الخبرة عند اللاعبين الكنديين راح يحسموها، لهيك راح اختار كندا بدور 16. طيب خلينا نروح لمباراة البرازيل واليابان. البرازيل بصراحة بدور المجموعات قدمت مستوى عادي جدا، يعني ما فيني احكم على مستوى البرازيل من مباراة هايتي واسكتلندا لانه في فرق كبير بالمستوى، بس امام المغرب كان في معاناة حقيقية لمنتخب البرازيل، بصراحة ما أقنعني الأداء. أما اليابان فقدم مباريات قوية وشفناه عم يتعادل مع هولندا 2-2 بدور المجموعات، حتى تأهل كمركز ثاني بس فارق الأهداف. بتوقع هاي المباراة رح تكون قوية كثير بين البرازيل واليابان وممكن تكون ندية بشكل ما نتخيلها. بتوقع الركلات الترجيحية هي رح تحسم هوية متأهل لدور 16، بس أنا رح أروح مع البرازيل لأنه حاسس في انتفاضة برازيلية. اما بالنسبه لمباراه مصر واستراليا المباراه رح تكون قويه والتوقع فيها صعب. مصر ابدعت بدور المجموعات وتاهلت عن جداره، واستراليا عم تقدم مونديال رائع. من قلبي بتمنى مصر تكون بدور 16، بس للاسف حاسس استراليا رح تتاهل، ان شاء الله اكون غلطان. الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة البوسنة والهرسك مين راح يتأهل؟ بالرغم من خسارة أمريكا من تركيا اللي بصراحة كانت مفاجأة إلي، بس أمريكا يا جماعة بتقدم مونديال جيد، عم تعرف تستغل عامل الأرض والجمهور. أما البوسنة والهرسك فتأهلت لدور 32 كمركز ثالث بفارق النقاط عن كندا. أنا شايف أمريكا راح تروح بعيد بهي المونديال، لهيك راح أختار أمريكا لتتأهل لدور 16. أما هولندا والمغرب، هولندا فريق كبير وغني عن التعريف، بس هولندا الآن مش مثل أيام زمان. مباراة جدا قوية راح تكون وصعب التوقع بصراحة. المغرب دور المجموعات شفناه منتخب منظم بيلعب بثقة، بصراحة المغرب قادر يروح لبعيد بهي البطولة، وعندي إحساس إنه المغرب قادر يتخطى هولندا ويتأهل لدور 16. أما بالنسبة لمباراة ساحل عاج والنرويج شفنا كيف ساحل عاج أحرج ألمانيا وكان قريب جدا من التعادل معه. أما النرويج فأول اختبار حقيقي إلى كان أمام فرنسا وخسرت فارق كبير. أمام السنغال رغم تقدم النرويج بس حسينا إنه السنغال كانت ممكن ترجع بالمباراة، لهيك المستوى متقارب جدا أنا بتوقع يكون بين ساحل عاج والنرويج، وبصراحة عندي إحساس إنه ساحل عاج ممكن يتخطى النرويج. أنتوا شو رأيكم؟ مباراة فرنسا والسويد، المنتخب السويدي لما تيجي بقى تحكم على مستواه تحتار، أحيانا بيقدم مباراة قوية أحيانا بيقدم مباراة سيئة، وهالشيء شفناه أمام تونس، أمام اليابان قدم مباريات عالمية، أمام هولندا أكل 5. بس مواجهة فرنسا غير يا عمي، فرنسا عم تقدم مونديال خرافي. إلى الآن فرنسا والأرجنتين هن أكثر فريقين مقنعين. فرنسا جاهزة وكاملة متكاملة لتأخذ اللقب، لهيك أكيد ومليون بالمية فرنسا بدور 16. أما بالنسبة لمباراة الرأس الأخضر والأرجنتين، الرأس الأخضر يا جماعة أكبر مفاجأة بالمونديال، منتخب أول مرة بيلعب بكأس العالم، لا ومن المشاركة الأولى تأهل للدور الثاني، وعلى حساب مين؟ على حساب الأوروغواي. بس لحظة، دور 32 غير، وهي الأرجنتين المرشحة للقب. وجود الفضائي ما في مفاجآت، والأرجنتين راح تكون بدور 16. ألمانيا والباراغواي، ألمانيا ما أقنعتني حتى بالفوز على كوراساو، ما حسيت الأداء جيد، وبتحس بكل مباراة في معاناة، حتى الدليل على هذا الحكي إنه كل مباراة عم تتلقى هدف. منتخب الباراغواي بتحسه منتخب بيفوز بالصدفة، يعني ممكن ما يقدم مستوى بس آخر شيء بيسرق المباراة سرقة. توقع لهي المباراة، وبما إنه أنا من مشجعي المنتخب الألماني فما في اختار غير المنتخب الألماني بدور 16. أما بالنسبة لمباراة البرتغال وكرواتيا هي أقوى مواجهة بدور 32، مباراة حرفيا تكسير عظام، وللأسف راح نودع كريستيانو رونالدو أو لوكا مودريتش. الفريقين من الفرق العريقة، البرتغال بقيادة دون قدم دور مجموعات شبه متوسط. كرواتيا بلشت المونديال بخسارة من إنجلترا بس رجعت انتفضت وحققت انتصارين منحوها الوصف. توقع كثير صعب بهي المباراة، بس أنا شايف كريستيانو رونالدو خارج المونديال وكرواتيا للدور 16. أما بالنسبة لمباراة كولومبيا وغانا، الفريقين بصراحة قدموا مونديال رائع. غانا استفادت من التعادل مع إنجلترا والفوز على بنما وتأهلت كمركز ثالث، بينما كولومبيا تأهلت بالمركز الأول بعد ما خطفت السلطنة من البرتغال. هي المباراة بتوقع نشوف العامل البدني عم يتفوق على العامل التكتيكي، بس أنا شايف كولومبيا أقرب للتأهل للدور القادم. منتخب الكونغو الديمقراطية وإنجلترا، منتخب الكونغو يا جماعة لأول مرة بتاريخه بيتأهل للدور 32، والله هذا المونديال شكله مونديال المفاجآت. أما إنجلترا فبصراحة منتخب قوي، أمام كرواتيا قدم مباراة عالمية واستحق الصدارة بجدارة. بكل صراحة وواقعية منتخب إنجلترا أقرب للتأهل لدور 16. أما بالنسبة لمباراة المكسيك والإكوادور، المكسيك تأهلت بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 انتصارات، أما الإكوادور فتأهلت بالمركز الثالث بعد الفوز على ألمانيا بالجولة الأخيرة. أنا حاسس إنه هاي المباراة راح تكون قوية وممتعة، توقع لهي المباراة منتخب الإكوادور أقرب للتأهل. أما مباراة الجزائر وسويسرا، سويسرا منتخب قوي بدنيا وقادر يكون مزعج لكثير منتخبات.
اما الجزائر فبعد المباراة القوية امام النمسا بتوقع التعادل كان لصالح الجزائر بتجنب مواجهة اسبانيا. مواجهة سويسرا بتضل افضل من مواجهة اسبانيا. احساسي بيقول الجزائر راح يتخطى سويسرا وراح يكون بدور ال 16 ان شاء الله. اما بالنسبه لمباراه بلجيكا والسنغال، بلجيكا باخر جوله خطفت الصداره من الفراعنه بفارق الاهداف. واضح انه بلجيكا باخر جوله من دور المجموعات فازت باجواء المونديال. السنغال فريق قوي وممكن يكون مزعج لبلجيكا، بس بتوقع الخبره تلعب دور، وانا برايي بلجيكا الاقرب للتاهل. مباراة اسبانيا والنمسا، منتخب اسبانيا حتى لو ما اقنع بدور المجموعات بس بيظل منتخب قادر يروح لبعيد بالمونديال. اما النمسا فقدمت مباراة عالمية امام الجزائر ورجعت بهدف قاتل للمونديال. النمسا ما راح يكون فريق سهل امام اسبانيا وراح يكون فريق مزعج جدا، بس توقعي لهي المباراة اسبانيا دور 16. هي كانت توقعاتي للمتأهلين لدور 16. انتم شو توقعاتكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات، واللي ما عمل لايك يعمل، واللي ما اشترك بالقناة يشترك. كان معكم ادهم، سلام.